السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وأحسن. أهلا بكم يا حبايبي في قناة اخترنا لك مع نودي. فضلا وليس أمرا، لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة لايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس علشان أي حاجة جديدة أنزلها توصلك مني بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض طبق البامية الجميل ده. بصوا الصوصة بتاعته والتسبيكة بتاعته بقى ريحتها خطيرة خطيرة. بصي، تاكل بعيش، جنب رز، جنب اي حاجه. وانا حاطه هنا مخلل الخيار ومخلل الفلفل، ويا سلام لو انت عامله مخلل البدنجان يا سيدي مع الباميه تحفه. بصوا الطعام يا ولاد، واللي بيحب ليمون ممكن يحط عليها عصره ليمونه. ده مخلل الخيار، هي بتحب كده، طبق الباميه بيحب كده، جنب رز شعريه، جنب رز معمر، جنب رز حبه وحبه. يلا مع بعض نشوف مقاديرها ونشوف الخطوات بتاعتها. اول حاجه هعملها، معايا هنا حله على النار وهحط فيها شويه زيت، ومعايا بصلايه، ومعايا فص توم. بصلايه وفص توم. هنزل اول حاجه بالبصله، اديها تشويحه كده على النار والزيت سخن اهو. البصلايه انا مقطعاها على ايدي قطع كده. بصلايه ما تحاوليش تكتري في البصل عشان ما يغيرلكيش طعم الباميه الاساسي. او هحمرها، تفضلي تحمريها لحد ما تغير اللون بس معاكي، وتبتدي تنزلي بقى بفص الثوم اللي معاكي اهي. اول بس ما تبتدي تاخد لون معاكي، بعد كده هي كده بدأت تغير لونها، هنزل بقى بالفص الثوم اللي معايا مقطعاها صغير. فص ثوم كبير انا مقطعاه صغير كده برضو بالسكينه. وبعد كده لو انت عندك عصير طماطم حطي، او ما عندكيش حطي معجون صلصه. انا استخدمت معجون صلصه. ودي من البهارات، حطيت اول حاجه بابريكا. انا ما بحطش بهارات طول ما التسبيكه لسه على النار، بتمررلك الحاجه. يعني لو انت هتحطي اي بهارات استني قبل ما تستوي، مثلا ب5 دقايق قبل ما هتنزليها من على النار، ب5 او 10 دقايق. دي في البهارات بتاعتك اللي انت عايزه تضيفيها. هنا حطيت بابريكا. وبعد كده انا هحط معجون صلصه وهزوده بشوربه. لو انت حبيبه قلبي ما عندكيش شوربه، حطي مكعب مرقه دجاج وزودي بميه اهي. بصي، حطيت هنا 3 معالق كبار معجون صلصه، بس انا زودت معلقه كمان، يبقى انا حطيت 4 معالق كبار معجون صلصه. لو انت عندك عصير طماطم حطي. بصي، وهنزل هنا بقى هكمل بشوربه. ولو انت الشوربه مش متوفره عندك، حطي مكعب مرقه دجاج سواء باللحمه او بالفراخ وزودي بالميه. ولو ما عندكيش مكعب دجاج حطي ميه عادي، مفيش اي مشكله، بس انا بقولك عشان الطعم. هنا بقى هسيبها تغلى شويه تتسبك على النار وهغطيها. وبعد كده بصي بقى ملحوظه، لما يكون عندك الخضار في الفريزر اوعي تطلعيه قبليها بشويه، على طول يطلع من الفريزر على طول عشان تحطيها في التسبيك على طول. عشان انت لو طلعتيها قبليها هتعمل ميه، هتنزل ميه وهتطرى معاكي، وانت هتدخليها تاني على البوتاجاز تغلي فهتتهرى منك. خلي بالك من التركايه دي. اي خضار جاي من الفريزر ما تطلعهوش قبليها وتقولي يستنى يفك عشان التسبيكه، لا، هو يطلع من الفريزر على التسبيكه عشان ما يعملش معاكي ميه ويطرى معاكي. اهم خطوه بقى في الباميه، اهم خطوه من غيرها ما تبقيش عملتي باميه، الطشه دي بقى. هنا جبت مكعب زبده وهحط عليه فصين توم مقطعاهم وكزبره ناعمه، وهخليهم يتشوحوا شويه على النار. وبعد كده هنزل على الباميه كانك بتعملي الطشه بتاعه الملوخيه بالظبط كده.
من غير الحركة دي كأنك ولا عملتي بامية. بصي جربيها بقى بالطريقة دي، ان انت تعملي لها التومة بالكزبرة بمكعب زبدة او سمنة وتنزلي بيها وشوفي الطعم والريحة يا سيدي بقى. مش قادرة اقولك، جربي انت واحكمي بنفسك. والله الريحة بتاعتها كانت جايبة البيت كله عندي. جربيها انت وشوفي. هنا حطيت معلقة كزبرة ناعمة، والملح انا بضيفه في الاخر في كل شغلي، يعني بحطش ملح في الاول خالص. مش قادره اقولك بقى الريحه اللي طالعه من التوم بالكزبره، مش قادره اقولك الريحه عامله ازاي وانا واقفه بطبخ. انت عارفه عشان الحاجه تطلع معاكي مظبوطه، حبي المطبخ وحبي الحاجه اللي انت بتعمليها، وخشي اعملي الحاجه كده وانت واثقه باذن الله ان انت هتطلعي احسن حاجه عندك. كلنا ستات شاطره وكلنا بنعرف نعمل كل حاجه، بس الفرق ما بين واحده بتظبط الطبخه وواحده يعني بتعملها كويس برضه، بس التانية حابه المطبخ وحابه الحاجه اللي بتعملها قوي. هنا بقى هروح نازله بالطشه دي على الباميه. بصوا بصوا ايه، ايوه بصوا انا بقى اشم ريحتها جنان جنان جنان، ريحه التوم بالكزبره خطير. انتوا متخيلين طبعا الريحه عامله ازاي. وبعد كده اخر حاجه بضيفها الملح. بصوا بقى التسبيكه بقت تمام وعظمه. اللي وصلت لحد هنا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وبالهنا والشفا يا حبايبي اللي يجرب الباميه بطريقه نوتي. قناه اختارنا